موميكا المتطرف العراقي يتوعد بحرق القرآن الكريم والعلم العراقي أمام السفارة العراقية مجددا. قبل ما نشاهد الفيديو يا إخوة يا أخوات، فضلا منكم وليس أمرا، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس واضغطوا لايك وانشروا هذا الفيديو في كل مكان. نريد أن نصل إلى شرط المشترك، متبقي ما يقارب أقل من 190 مشترك إن شاء الله سبحانه وتعالى نصل ل 10,000 مشترك. وهيا بنا نشاهد الفيديو مع بعض ثم نعطي ردة فعلنا عليه. هاي للجميع. سبق ووعدتكم انه راح احرق القرآن امام السفارة العراقية والعلم العراقي ايضا معه يوم الخميس القادم المصادف 20/7 الساعة 1 ظهرا. سنكون امام السفارة العراقية وسنحرق القرآن والعلم العراقي انا وصديقي سلوان نجم، عراقيان، أنا سلوان موميكا وسلوان نجم سنحرق القرآن والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في ستوكهولم يوم الخميس القادم. شاركونا بآرائكم لا للتراجع. أنا خطيت هذه الخطوات، راح استمر لحين أن يحضر القرآن تماما أو تحذف آيات التحريض والقتل. كما شاهدنا يا إخوة يا أخوات الفيديو مع بعض، يتوعد بحرق كتاب الله سبحانه وتعالى مجددا. وعندما أحرقه المرة الأولى الله سبحانه وتعالى عاقبه بخوف شديد جدا جدا، وكان لا ينام من خوفه ولا ينام بدون حراس. والآن نقول أن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وفي ظني لا أظن أنه يحرق الكتاب الله سبحانه وتعالى. يتوعد بأنه 20/7/2023 بأن يحرق القرآن هو وزميله اسمه سلوان كذلك من العراق، كذلك سلوان نجم وسلوان موميكا. هو اسمه سلوان موميكا وزميله اسمه سلوان نجم، يريدان أن يحرقا القرآن أمام السفارة العراقية والعلم العراقي. قبحكم الله. والله سبحانه وتعالى قادر بأن يخسف بهم، قادر بأن الله سبحانه وتعالى بأن يجعلهم آية، قادر بأن الله سبحانه وتعالى بأن يجعلهم عبرة. لماذا؟ لأنه كتاب عظيم ولا يحترمون مشاعر المسلمين. أكثر من 2,000,000,000 مسلم محافظون على هذا الكتاب، ويحفظون كثير من المسلمين هذا الكتاب غيبا، يحفظونه ويراجعونه ويقرؤونه ويتلونه في مجالسهم وفي مساجدهم غيبا، سواء من المصحف أو بدون المصحف يقرؤونه ويأخذونه ويحبونه ويقبلون هذا الكتاب. ويأتي هذا ويأخذ نسخة من كتاب الله سبحانه وتعالى ويريد كما حركها في عيد الأضحى، فاليوم يريد أن يحرقها في شهر الله المحرم، وهو شهر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وعند حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل الشهور عند الله أو بعد رمضان، أفضل الشهور عند الله بعد رمضان، فأجابهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو شهر الله المحرم، فأكثروا فيه من الصوم. وفي هذا الشهر أيضا تاسوعا وعاشورا لا ننساها، وأحب أن أذكركم بها في هذا الشهر، تاسوعا وعاشورا شهر الله المحرم. وفي هذا الشهر عام هجري جديد، ويأتي هذا ويريد أن يحرق كتاب الله سبحانه وتعالى أمام السفارة العراقية، ويريد أن يحرق العلم العراقي، يريد أن يحرق نسخة من كتاب الله سبحانه وتعالى بدون أي خجل، ويتحدث ويحدد موعدا، كذا كذا في كذا كذا أريد أن أحرق القرآن أمام السفارة العراقية، كذا بدون أي خجل. ألا عينه تقريبا لا تنام من الخوف، ويأتي ويقول هكذا، لكن مستحيل أنه أن يفعلها مرة ثانية، مستحيل أنه أن يحرقها مرة ثانية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عبرة، أن يجعله عبرة بأن الله سبحانه وتعالى لا محالة سينتقم منه. الله سبحانه وتعالى من أسمائه الصبور، من أسماء الله سبحانه وتعالى
الصبور، من أسماء الله الحسنى الصبور. الله سبحانه وتعالى صابر، الله سبحانه وتعالى يمهل، الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، الله سبحانه وتعالى ينظر إليه، الله سبحانه وتعالى ينظر إلى تصرفاته وتصرفات جميع خلقه. فلذلك الله سبحانه وتعالى يمهله فينظر ماذا يعمل بعد ذلك. فأعطاه الله سبحانه وتعالى خوفا وكان يتلأثم بالكلام وقتها في المرة الأولى عندما حرق كتاب الله سبحانه وتعالى، وكان لا يسكن في بيته فكان هاربا وخائفا من المسلمين، فقذف الله سبحانه وتعالى في قلبه الخوف. هذا كلام عظيم، هذا كلام عظيم، وهو كلام الله. عندما نتحدث كلام الله لا تشبع ألسنتنا وقلوبنا بكلام الله سبحانه وتعالى، لا تشبع ألسنتنا وقلوبنا بكلام الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لمن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وسمع كتاب الله غيبا وعمل بما فيه، فهنيئا له ثم هنيئا ثم هنيئا. فهنيئا لمن علم أولاده على حب القرآن وعلى قراءة القرآن غيبا. هنيئا لكل أب ولكل أم علموا أولادهم كتاب الله سبحانه وتعالى وحفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى. أما مثل هذه الأشكال فلا نقول لهم مثلا ماذا نقول عنهم؟ ماذا نقول عن هذه الأشكال الذين يحددون موعد وأريد يتباهى، يقول حتى تذهب المصاحف من الدنيا، حتى تمحى. والله لن تمحى إلا يرفعها الله سبحانه وتعالى، هو رافعها. وهذه من علامات الساعة، تأتي تفتح المصحف فتلقاه أبيض، هذه من علامات الساعة. لكن أنه بهذه الأشكال يريد أن يحرف، يعني مثلا يمحي جميع النسخ من كتاب الله سبحانه وتعالى، يضحك على نفسه. هذا يتكلم بنفسه ويتحدث بنفسه ويضحك على نفسه هو وزميله، وتقريبا لم يفعلوها، والله العظيم تقريبا لم يفعلوها، لم يحرقوها. والله تعالى أعلى وأعلم، وأعلم الله سبحانه وتعالى بهم، والله سبحانه وتعالى مطلع كما قلنا يا إخوة وأخوات عليهم. فلذلك أريد أن أقدم لكم نصيحة مني لكم يا إخوة وأخوات، لكل أم ولكل أب سواء يشاهدني أو لكل أخ كبير ولديه إخوة صغار، يعلمهم كتاب الله سبحانه وتعالى ويحثهم على كتاب الله سبحانه وتعالى ويحفظهم من كتاب وحفظهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا ما أردنا أن نوضحه لكم يا إخوة وأخوات. إن شاء الله الذين الآن مشترك في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وضغطوا لايك وانشروا هذا الفيديو في كل مكان. إن شاء الله نلتقي بمواعيد أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.